30 سنة خبرة بالمطاعم اختصرتها لكم بفيديوهاتي، واضمن لكم بصفحتي راح تلقون اقوى خلطات المشاوي بوسائل التواصل الاجتماعي. ولو اول مرة تشوفوني انا اسمي نوي، ومتابعين يسموني ملك الخلطات. وعلى مود يطلع عندكم الدجاج بهذا الشكل الحلو، السر بنهاية الفيديو. واول شي راح نضيف ملح وفلفل اسود وقشر ليمون بس الصفار، فوقهم عصير ليمونة وخل، فوقهم صويا صوص حلو ومي وزيت. خو ما يراد لها شي حتى الاطفال يقدرون يحضروها. ونتبل الدجاج بالخلطة أقل شي لمدة 6 ساعات. بالنسبة إلي راح استعمل الشواية الكهربائية لأن تعطيني نتائج نفس الشوي على الفحم، بس بالنسبة لكم تقدرون تشوونه على المنقلة. بصراحة أنا كلش أحبها لأن استعمالها كل سهل وبسيط وما يحتاج له هواي تحضير. ملاحظة، الدجاج لازم نشرحه قبل الشوي على مود يطلع عندنا بهالشكل. وللناس اللي يحبون طعم التدخين، وهذه أكيد شغلة اختيارية، خلي فحماية وفوقها زيت ونقبضها على أساس يصير بيه طعم التدخين. وتعال أعلمكم على هذا السر اللي تقدرون تطبقوه على كل أنواع المشاوي. راح نضيف بالنهاية أي تشكيلة بهارات تعجبنا. الزبدة الطازجة واحدة من الحركات اللي تستعمل بالمطاعم العالمية. الزبدة لما تذوب على الحرارة راح تتحول مثل الكريمة، هذه الكريمة راح تتغلغل باللحم وراح توازن الطعم، وهذه النتيجة النهائية. شوف الشكل، شوف اللون، اللي ما مجربه خليه يغني. وهسه قلوا لي انتو شلون تحبون التتبيلة. كان معكم الشيف نوي، واستوى ما يستوي.